اسكندرية. في حب الاسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. العمل اللي معانا النهاردة فيلم أنا وأنتي وساعات السفر. الفيلم إنتاج عام 1988، قصة وسيناريو وحوار وحيد حامد، والإخراج لمحمد نبيه. البلد دي بحرها غريب وموجها عالي وشديد، بحر تغرق فيه المراكب قبل البني آدمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، صدق الله العظيم. قصة الفيلم عن سلوى اللي بتسافر الاسكندرية بالقطار، وبالصدفة بتقابل عزت اللي كانت بتحبه أيام الجامعة وفضلت عليه راجل غني واتجوزته. بيتعطل القطر في الطريق وبيتكلموا مع بعض خلال رحلة السفر. شايف الراجل اللي واقف هناك ده ماسك كتاب في ايده بيقرا فيه؟ ايوه يا مدام. راح قول له الكرسي بتاعه فاضي جنبي، محجوز عشان. اي خدمة يا مدام، لا مؤاخذة. سعادة البيه، ايوه المكان بتاع حضرتك فاضي. مكان ايه؟ انا ماليش مكان خالص. الكرسي بتاع حضرتك نمرة 11. 11 ولا 12؟ انا ماليش تذكرة عشان يكون ليا كرسي. يا سعادة البيه، المدام اللي هناك دي هي اللي مكلفانا ابلغك. انا ما اعرفش حد هنا خالص، اكيد هي تقصد حد تاني، يستحسن تتأكد. الفيلم بطولة يحيى الفخراني، نيلي، نبيل بدر، ليلى فهمي، روحية خالد، ومحمد الشرقاوي. قال لك ايه؟ مش راضي يا ست هاني، بيقول انه ما يعرفش حضرتك. ولا يمكن انا غلطت؟ مش حضرتك قلت ان الاستاذ معاه كتاب وبيقرا فيه؟ ايوه. مفيش في القطر كله حد معاه كتاب غيره هو. انت ما غلطتش ولا حاجه، ولو سمحت روح له كمان مره وقول له المدام بتقول لك الكرسي بتاعك انت محجوز جنبها وفاضي. حاضر. طب وده فضل مزرجن كده على طول؟ خليك وراه لغايه ما يلين. حاضر يا ست هاني، امرك. ماشي يا سعادة البيه. ايه تاني؟ انت بقى المطلوب ومش حد تاني. الست هاني هي اللي اكدت لي. يا اخي انا قلت لك انا ما اعرفهاش، وبعدين انا كمان مستريح كده، مش عايز اقعد يا اخي. يا استاذ هودني، اسمع كلامي مره واحده، خدني على قد عقلي. انا عايز افهم، انت بتشتغل مخبر هنا في السكه الحديد ولا ايه؟ محطة القطار في أي مكان في العالم وفي أي مدينة، سواء كبر حجمها أو صغر، هي نموذج مصغر للحياة. مكان مليان بالتفاصيل الصغيرة والمشاعر الكتير، مكان مليان بالحركة والنشاط، وبيحمل كل تناقضات الواقع اللي بنعيشه. انت مكبر المسألة ومعقدها لي بس يا استاذ. انا معاك انك ما تعرفش السر، مش مهم يا سيدي تعرفها ولا هي تعرفها. المهم لقيت كرسي اقعد، واديك شايف القطر كله مدروس على الاخر، والف من يتمنى حته صغيره يتسند عليه، وانت جالك كرسي. كل ده كويس، بس اشمعنى اختارتني انا بالذات عشان اقعد جنبها؟ انا فاهمك، حكيم انا بقالي 30 سنه خدمه هنا في السكه الحديد وفاهم المسائل دي كلها. اكيد حد كان جاي مسافر معاها وتخلف وعاوزه تبيع لك التذكره. طب ما تبيعها لغايه حد يا اخي، اشمعنى انا بالذات؟ افهم حضرتك، هو نص راجل غيتت حشري
يا هتقولها طول السكة. انا مش عارف اقول لك ايه. انا كل حاجة كتر خيرك. يعني فهمت القصد؟ ايوه. الكرسي نمرة 11. اتفضل يا استاذ اتفضل. لا والله مش ممكن. بعدين لما نوصل بالسلامة ان شاء الله. اتفضل. انا متشكر قوي مدام. حضرتك عملت فيها معروفين في وقت واحد. ايه هما المعروفين دول؟ اولا هسافر اسكندريه وانا قاعد على كرسي مريح. ثانيا هاخد تذكره من غير ما ادفع غرامه عليها. اتفضلي تمن التذكره. انا طلبت منك تمن التذكره؟ هو انا معقول هستنى لغايه ما تطلبي؟ حط فلوسك في جيبك. انت ليه يا مدام مش عايزه تاخدي تمن التذكره؟ اعتبرها عزومه. يا بس تبقى عزومه غريبه قوي. محدش بيعزم حد على تذكره سفر. غالبا في السفر الناس بتعزم الناس على فنجان شاي، قهوه، جازوزه. لكن تذكره سفر صعبه شويه. خلاص ما تعتبرهاش عزومه، اعتبرها اي حاجه. اعتبرها مساعده مثلا. ممكن. بس انا راجل مستور مش محتاج مساعده من حد. وانا كمان ست مستوره ومش محتاجه تمن التذكره. خلاص يا مدام، ما دام انا مستور وانت مستوره يبقى كل واحد اولى بحقه. تقول ايه؟ كلام في حكايه التذكره دي بقى مش عايزه. يبقى هو زي ما كنت واقف وحضرتك تشوفي حد تاني يقعد من غير ما يدفع. في ناس كتير قوي تحب تعيش سفلقه. ما افتكرش انك تقدر تقوم. ليه؟ لانها اهانه. الناس تقول ايه لما يلاقوك بتقوم من جنبي؟ ملامح حضرتك بتقول انك مش ممكن تتصرف تصرف سخيف بالشكل ده. انت هنا بقى. تعالوا نروح مع بعض في رحلة ونعرف شكل اسكندرية في القرن ال19. كتير من التفاصيل عن شكل الحياة في اسكندرية بعد اختراع القطار ومد السكك الحديدية. من المعروف ان اول خط سكة حديد تم مده في افريقيا والعالم العربي كان في مصر، وهو تاني خط بعد سكك حديد انجلترا، وبالتالي كانت الحياة ما زالت بدائية وبكر في اسكندرية عند مد خط السكة الحديد، وهو المشروع اللي تبناه عباس الأول حفيد محمد علي باشا عشان يسهل نقل البريد والمسافرين، وهو المشروع اللي دعمته الحكومة الإنجليزية لخدمة أغراضها، لأن السفن كانت بتوصل من أوروبا لإسكندرية وتنقل برا للقاهرة ومنها إلى ميناء السويس، وبعدها بتسير بحرا في البحر الأحمر ثم المحيط الهندي لتصل إلى الهند. كانت الرحلة بتستغرق وقت طويل وجهد ومال للوصول للمستعمرات الإنجليزية في الهند، فدعمت إنجلترا فكرة إنشاء الخط الحديدي بين اسكندرية والقاهرة لتسيير عملية السفر والانتقال. تم الاستعانة بروبرت ستيفنسون ابن مخترع القطار اللي بيعمل بالبخار لإقامة هذا المشروع، وكان المشروع ده بيعد الأول من نوعه في المشرق العربي. حضرتك بتسافر كتير؟ تقريبا. في ناس كتير لما ما بتلاقيش كرسي فرداني بتحجز كرسيين جنب بعض. احيانا الرجال في السفر بيبقى سخيف. جايز في ناس بتعمل كده بس انا مش منهم. انا احب دايما اشوف حظي. تحجزي كرسي فاضي جنبك وتجربي حظك اذا كان هيقعد فيه راجل ولا ست، انسان لطيف ولا انسان بايخ. تعرفي لعبة مسلية. ترى يا استاذ حضرتك بتسأل وتجاوب وتعلق، انا لا بجرب حظي ولا بشوف مين اللي هيقعد جنبي ولا بتضايق من اللي جنبي. هي الظروف كانت كده. يبقى لازم كان في حد مسافر معاكي وبعدين حصلت له ظروف مثلا. صحيح، جوزي كان مسافر معايا وبعدين حصلت له ظروف خلته يسافر قبل مني. في ناس على طول محظوظة حتى في ركوب الديزل. حضرتك تؤمر بحاجة من البوفيه يا فندم؟ طبعا. عايزين نشرب قهوة. نوعها ايه يا فندم؟ قهوة حضرتك ايه؟ مظبوط. حضرتك مسافر اسكندرية شغل ولا فسحة؟ حضرتك مسافر ليه؟
حضرتك بتسأليني ليه؟ اشمعنى انت بتسأل؟ سألت كتير وجاوبتك كتير، انت بقى جاوب على سؤالي. يعني باعتبار اننا بنسلي بعض في السفر؟ لا، باعتبار ان لكل سؤال اجابة. مسافر اسكندرية ليه؟ عايزين اقول لك الحقيقة طبعا. ويا ريت من غير كده. انا عارفة ان الكذب بقى عادة الايام دي. اسمع، ايه رأيك محدش فينا يكذب على التاني في اي حاجة سواء كانت مهمة او تافهة؟ محدش يقول غير الحقيقة لمدة 2.5 ساعة، وبعد ما نوصل كل واحد حر. والله فكرة، خصوصا اننا ما نعرفش بعض. ما نعرفش بعض. رايح اسكندرية ليه؟ وقفت 2 ساعة استنى مواصلة توديني بيتي في مصر الجديدة، ما فيش فايدة. الزحمة والاختناق والاحباط دفعوني دفع احط نفسي في اي حاجة بتتحرك وتمشي. لقيت نفسي في محطة القطر، لقيت القطر ده بيصفر وهيقوم، رحت نطت فيه. دي كل الحكاية. مصيبة لا تكون فاهم ان القطر ده هيوديكوا بيتكم في مصر الجديدة. مش للدرجة دي يا مدام. انا عارف ان قطر اسكندرية بيروح اسكندرية. طمني، اللي قاعد جنبك ده عنده حد ادنى من الوعي العقلي. لا، انا دي متأكدة منها. مش غريبة ابدا على شخصية زي شخصيتك انها تتصرف التصرف ده، شيء عادي جدا بالنسبة لك. حضرتك بتتكلمي بلهجة حد يعرفني؟ ايوه يا اخي عارفاك، وهو معقول برضه اخلي حد يقعد جنبي من غير ما اكون عارفاه ويقعد مطرح جوزي كمان؟ والمسافة طويلة من مصر لاسكندرية والقطر ماشي تاتا تاتا. حضرتك الاستاذ عزت هلال، الكاتب والاديب المعروف. والله كويس انه في حد يعرفني. ازاي بقى؟ ده انت مشهور جدا. مشهور كاسم عزت هلال، لكن بيتهيألي شكلي مش مشهور ولا حاجة. كفاية ان عشاق القراية يعرفوك. كويس ان لسه القراية لها عشاق بعد ما التلفزيون والفيديو سيطروا على الناس. وكبرت مدينة اسكندرية وأصبحت المحطة لا تتفق مع عظمتها ولا تتسع لعدد الركاب اللي بلغ ما يقرب من 1,000,000 راكب سنويا، ولذلك رأت المصلحة أن تنشئ محطة جديدة على أحدث طراز، فاختارت لها ناحية كوم الدكة وبدأت في تشييدها عام 1911. كنا بنقول ايه؟ طرف من جريئة وذكية. وايه كمان؟ دم خفيف. وايه كمان؟ وشخصية مسيطرة. وايه كمان؟ أنا مش عارف أقول لك إيه، بس تصوري حالة الملل والكآبة اللي كانوا عندي ابتدوا يبعدوا. ست مسلية أنا، مش كده؟ جدا. أنفع بلياتشو؟ ولا أراجوز؟ مش للدرجة. اسمح لي أقول لك يا سيادة المؤلف إنك غبي. مدام الظاهر إننا هنفترق ودلوقتي حالا. خليك قاعد أحسن أعمل لك فضيحة في القطر. لكن الحرب العالمية حالت دون استيراد مواد للبناء، فوقف العمل وما تمش غير عام 1927، وتم الاحتفال بافتتاح المحطة رسميا في نوفمبر 27 بحضور الملك فؤاد الأول في احتفالية رائعة أظهرت أناقة الإسكندرية واستوحى في بنائها روح حضارات مصر القديمة واليونان والرومان، وتم جلب أحجار البناء من اليونان وإيطاليا. الرجالة اللي في القطر دول نزلوا فيك ضرب، وبقول لهم بقى ساعتها إنك عزت هلال المؤلف. شوف مين هيصدقك. يا مدام انت اهنتيني. لا، ده انا مصر انك غبي. يا مدام انا لغايه دلوقتي مجامل. انا بقول انها رحله قطر وكل واحد فينا هيروح لحال سبيله والرحله تنتهي. لا الرحله هتنتهي ولا كل واحد هيروح لحال سبيله. انت مين انت عشان تكلميني باللهجه دي؟ مش عارف انا مين. بقالك تلت ساعه قاعد تتكلم معايا، ولو ما عرفتنيش من شكلي ما حسيتش بيا ولا بصوتي، وزعلان ومحموق قوي اني بقول عليك غبي. انا هي يا عزت سلوى عبدين.
ازاي ما تعرفنيش يا عزت؟ النضارة كانت واكلة نص وشك ولون شعري والزمن. احنا بقالنا يجي 11 سنة ما شفناش بعض. انت ناسي قبل 11 سنة دول كان في ايه؟ كان في 4 سنين، اليوم الواحد فيهم بسنة حلوة جميلة. السنين اللي حبينا فيهم بعض تفكرك بيا 200 سنة. أرق تحيات الزميلة هناء عبد الله من الهندسة الإذاعية. من العشياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.